السلام عليكم. النهاردة هنتكلم عن واحد من أخطر السفاحين اللي عرفتهم مصر في القرن العشرين. شاب وسيم بشوش بس جواه شيطان. أهلا بكم في برنامج الحكاية وما فيها. سنة 1911 في محافظة أسيوط اتولد سعد اسكندر في وسط أسرة بسيطة جدا، أب وأم ولدين أكبر منه. كبر سعد واشتغل هو وأخوه في مصنع غزل ونسيج، بس هو ما كانش عاجبه الحال، وكان شايف نفسه إن هو وسيم زيادة عن اللزوم، وشغل المصنع ده مش على قد مقاسه. فقرر إن هو يستخدم وسامته في حاجة تانية خالص. قرر إن هو يستخدمها إن هو يوقع بيها الستات، خصوصا بقى الستات الكبار في السن، الأرامل أو المطلقات اللي عايشين لوحدهم. وكان بيقضي معاهم ليالي كتير جدا طبعا مقابل الفلوس. وده بقى بالنسبة له أسلوب حياة من غير ضمير ولا حتى ذرة رحمة. السنين عدت وسعد زي ما هو ماشي في طريق السهر والطمع، لحد ما في يوم من الأيام اتعرف على أرملة عندها 50 سنة عايشة لوحدها. حبت سعد من قلبها جدا، بس هو كمان كان بيلعب بيها طبعا زي ما كان بيلعب بالباقي. كل لما يشوفها ياخد منها فلوس، لحد ما عرف منها مكان تحويشة العمر فين. وفي ليلة من الليالي سنة 1948 راح بيتها وتعشى معاها. وبعد العشاء وبعد ما قضوا ليلة حمرا مع بعض، طلب منها كوباية مية. وأول ما دخلت المطبخ طلع وراها وحط ايده على بقها ومسك سكينة وطعنها كذا طعنة لحد ما الست وقعت على الأرض وماتت. سرق الفلوس من تحت مرتبة السرير وخد الذهب ونزل من البيت جري، وهرب من أسيوط وراح على اسكندرية. هناك بقى وبفلوس الجريمة دي فتح مصنع ملابس في كرموز. بس الإجرام كان جواه ولا بيهدى ولا بيخلص. اتعرف هناك على ست اسمها فاطمة عايشة لوحدها، بقى بيروح لها دايما. وطبعا الجيران خدوا بالهم ان هو على طول موجود عند فاطمة، وابتدوا يسألوا فاطمة يا ترى مين ده اللي رايح جاي عليكي كل شوية. طبعا فاطمة قالت لهم ان هو اخوها. الناس صدقوا وسعد كمل تمثيليته. في ليلة كانت فاطمة بتحكي له عن جارتها ست كبيرة في السن ساكنة في البيت اللي جنب فاطمة على طول، واللي خلاها تحكي له عن الست دي انه كان دايما بيسمعها بتزعق الولاد في الشارع. فسألها هي الست دي ليه بتزعق على طول. قالت له ان هي معاها فلوس كتير جدا وعايشة لوحدها وعندها حوالي 90 سنة، ورثت فلوس عن جوزها كتيرة جدا، فلوس ملهاش عدد. الكلام ده دخل ودن سعد وخرج بخطة جوه دماغه. وفي 10 سبتمبر سنة 1948 راح لها وخبط عليها، والست فتحت له. أول ما فتحت له على طول راح حط إيده على بقها وطعنها برضو كذا طعنة في جسمها، وضربها على راسها كمان. الست على طول وقعت في الأرض وماتت. وسرق اللي يقدر عليه، وهو خارج اتفاجئ بجارتها واقفة عند باب الشقة. كانت طالعة تطمن على الست لأنها سمعت صوت حاجة وقعت على الأرض جامد جدا، طبعا لأن هي عارفة إن الست عايشة لوحدها فطلعت تطمن عليها. فسألت سعد، قالت له هو في إيه اللي بيحصل هنا؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ مش انت اخو فاطمة؟ قال لها ايوه، اصلا انا كنت جايه اطمن على الست عشان بقالي فتره ما شفتهاش، فبجيلها كده كل فتره والتانيه اطمن عليها. بس طبعا الست شافته مرتبك فقلقت قوي منه، فقررت ان هي تدخل تشوف بنفسها. وهي داخله راح ضربها هي كمان بالسطور من وراها، وقعت على الارض ودخلت في غيبوبه. بعد ساعه ابن الست دي طلع يدور عليها، لان هو عارف ان دايما بتكون عند جارتهم في الشقه اللي فوق. فطلع يسأل عليها، وفعلا أول ما طلع شاف الصدمة الكبيرة. لقى إن مامته وقع على الأرض، والست جارتهم بعديها بمترين تلاتة كده غرقانة في دمها. على طول نزل يجري ويصرخ على السلم، الناس كلها اتلمت وعلى طول راح بلغ البوليس. وبعد يومين أمه فاقت من الغيبوبة وحكت للشرطة كل حاجة، وقالت إن اللي ضربها هو أخو فاطمة. لكن بعد ما جابوا أخوها الحقيقي قالت لأ، مش هو ده، لأن طبعا البوليس قبض على أخو فاطمة الحقيقي. وطبعا بالضغط على فاطمة اعترفت وقالت إن اللي بيجيلها ده اسمه سعد اسكندر، وإن في بينهم قصة حب كبيرة جدا. وفعلا تم القبض على سعد، لكن المحامي بتاعه كان محامي عقر شويتين. خرجه بكفالة بعد ما شكك في أقوال الست اللي أغمى عليها من الضربة اللي ضربها لها، وقال إن هي مش متزنة لأنها اتضربت على دماغها، فوارد جدا إن هي ما تكونش بتقول الكلام الصحيح. وسعد اختفى وقتها. فاطمة كمان عزلت وسابت اسكندرية كلها. سنة 1951 سعد استقر في مكان على طريق ترعة المحمودية، وفتح مخزن للقطن وللقماش، بس طبعا مع شربه كتير للخمور والستات بقى اللي كان بيمشي معاهم، وكمان لعب القمار. حالته المادية ساءت قوي. هنا بقى قعد يفكر في جريمة تانية عشان ينفذها، عشان يقدر يجيب فلوس بأي طريقة.
وفي يوم من الأيام جاله تاجر. التاجر ده كان معروف إن هو غني جدا ومعاه فلوس. استدرجه في المخزن وفعلا نفذ جريمته. التاجر ده كان معاه مبلغ كبير جدا وقتها، خد منه كل الفلوس اللي معاه ودفن ورا المخزن. وبعد كده صرف طبعا كل الفلوس اللي سرقها على السهر والقمار، وبدأ يدور على ضحية جديدة. وفعلا قتل تاجر تاني وخد منه الفلوس اللي معاه وبرضه دفنه ورا المخزن، وبرضه الفلوس خلصت على القمار والستات والمشي البطال. لحد لما جاله تاجر تاني برضه معروف ان التاجر ده غني جدا، حب بقى ان هو برضه ينفذ معاه نفس الجريمة وياخد منه الفلوس. بس للأسف التاجر ده عشان جسمه أقوى منه شوية قدر ان هو يهرب وقعد يجري وراه. بس وهو بيجري وراه حاول يقتله، شافه واحد من بعيد. الراجل اللي شافهم ده على طول راح على اسم الشرطة وبلغ باللي شافه. بس للأسف سعد هرب واختفى تماما من المخزن وما بقاش يبان غير نادر جدا. الشرطة بقى هنا قررت تلعبها صح وعملت خطة علشان توقع سعد. في يوم واحدة ست راحت هي معاها شوية رجالة كده، يعني المفروض ان هم صعايدة، راحوا المخزن وعايزين يشتروا قطن بكميات كبيرة جدا. فواحد من العمال قال لهم ان سعد ما بقاش يجي زي الاول. فقالوا له طب خلاص يا ريت تبلغوا ان احنا هنجيله كمان يومين علشان نشتري كمية قطن كبيرة جدا. وفعلا الراجل ده راح بلغ سعد على طول. وسعد كان متحمس قوي لانه طبعا كان عطشان للفلوس وما كانش يعرف ان دي مصيدة اتنصبت له. واول ما راح المخزن اتقبض عليه على طول جوه المخزن. ولما فتشوا الارض اللي ورا المخزن لقوا ان في جثث كتيرة جدا مدفونة في الارض اللي ورا المخزن. هنا طبعا سعد اعترف بكل حاجة وقال انه قتل اول واحدة في اسيوط، وخطف وقتل حوالي 15 ست وقت ما كان فاتح المصنع. وقتل كمان الست اللي هي جارة فاطمة، واعترف كمان بان هو حاول يقتل الست جارتها اللي ساكنة تحت. واعترف بكل الجرائم اللي عملها في المخزن وقتل ستات وتجار ودفنهم كلهم هناك، واتحكم عليه بالإعدام. وفي 25 فبراير سنة 1953 الساعة 8 الصبح طلب غريب جدا قبل حكم الإعدام ما يتنفذ فيه. طلب كوباية مية وسجارة وشربهم وهو مبتسم جدا، وتنفذ فيه بعد كده حكم الإعدام. ناس كتير بتحلم بالفلوس وبالراحة وبالعيشة السهلة، بس الطريق اللي بتختاره هو اللي بيحدد مصيرك. سعد اختار الطمع والقتل والاستغلال، فكانت نهايته على حبل المشنقة. على فكرة الوسامة مش دليل طيبة، والكلام الحلو مش دايما نابع من نية صافية. خلي بالك لأن مش كل وش بريء جواه خير.